21 يوم كتحسبهم بالساعة، كتقلب البيض وكتقول يا ربي ما نخسرش. كيخرجوا وكتفرح، ولكن القصة ما سالاتش هنا. شهر، جوج، 3، وكتبدا تلاحظ الفرق. المواصفات ماشي بحال اللي شفتي النهار الاول ولا اللي صيفط لك المربي. الحجم مختلف، الريش فيه بقع، وساعتها كتفهم ان الخسارة ما كانتش في 21 يوم ديال الحضانة. الخسارة كانت في المصدر، حيت البيض المخصب ماشي منتوج وانما هو سمعة، والمربي الحقيقي كيخاف على السمعة اكثر من ثمن البيضة. لهذا ديما اختار الاصل. وهذا الشيء علاش حنا هنا ما غنوعدكش بنسبة تخصيب 100%، حيت داكشي تيعتمد على بزاف ديال المعايير، واللي حنا كنطبقوا 100% من ديك المعايير تيبقى الكمال على الله عز وجل. اللي غنوعدك به هو سلالة نقية من اباء مختارين بعناية، اللي ما غيحشموكش في المستقبل ان شاء الله. نفس المواصفات اللي كتشوف عند الاباء غيكونوا عند الابناء ان شاء الله. وهذا الشيء باش نزيدو بهذا الدومين ان شاء الله لقدام، ويولي المغرب من افضل البلدان المنتجه للدجاج الزين. تحياتي للناس العشاقه وماشي الغلاقه. تهلاو.